نتفاجأ امبارح بخبر بيقول انه دولة الرئيس مئاتي عم بيقوم بالادعاء على المحامي وديع عقل المناضل الشرس في التيار الوطني الحر. والادعاء بيقول انه المحامي وديع عقل عم بيقوم بإثارة الطائفية بالبلد. بنحب نقول لك يا دولة الرئيس مئاتي، يلي عم بيقوم فيه المحامي وديع عقل كان لازم تقوموا فيه من زمان، بمحاسبة الفساد وهدر أموال المودعين والجريمة المالية اللي صايرة بلبنان كتير كبيرة. واليوم مكافحة الفساد ومحاسبة الفساد، وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان يلي هو بيملك المعلومات كيف هيدي الأموال أهدرت وكيف هيدي الأموال المودعين تم مصادرتها وحرمان وإذلال الشعب اللبناني أمام المستشفيات وإذلالهم أمام كل ظروفهم المعيشية لحرمانهم أموالهم يلي أودعوها بالمصارف اللبنانية ليعيشوا حياة كريمة. لا بل هيدي الأموال هدرت مجهولة المصير، ما بنعرف الأمور وين صارت. فالمحامي وديع عقل عم بيدافع عن أموال المودعين، والمودعين هن من كل طوائف لبنان وما بينتموا لطائفة معينة. للأسف يلي عم بيصير هو مسرحية أمام الشعب اللبناني، لا بل تغطية على جريمة الفساد. من فترة شفنا الرئيسة غادة عون كيف عم بيتم التعاطي معها، واليوم عم نشوف المناضل وديع عقل المناضل في صفوف التيار الوطني الحر كيف عم بيتم التعاطي معه. هيدا الموضوع بيزيدنا قوة، هيدا الموضوع بيزيدنا يقين انه يلي عم نعمله هو النضال السليم، هو متابعة كل فاسد لإدخاله الحبس. وإذا كنتم مفكرين هيدي الأمور رح تخلينا نتراجع أو رح تخلينا أنه ننكفئ عن القضية، قضية الشعب اللبناني، هيدا الشعب اللبناني يلي سرقت أمواله، هيدا الشعب اللبناني يلي أزل من وراكم، لا، هيدا الموضوع ما بقى يحمل. هيدا الموضوع نحن مكملين فيه للآخر، والتخبط بمافيا الفساد بيت واضح على جميع الأصعدة. فنحن بنوعد الشعب اللبناني بالانتصار على مافيا الفساد مهما كلف الأمر.